أما اليتيمان فأمر عبيد الله بحبسهما، وأمر سجانهما أن يضيق عليهما. طيب الماء من طيب الطعام لا تطعمهما، من بارد الماء لا تسقهما، إلى أن دار عليهما حول وهما في ذلك السجن المظلم الضيق، إلى أن شحبت ألوانهما وهزلت أجسادهما، فقال أحدهما للآخر: لقد كادت أن تفنى أعمارنا وتبلى أجسامنا ونحن في هذا السجن. قال: ما عسانا نفعل؟ قال: نخبر سجاننا بقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله عله يرأف بحالنا. من اجى السجان قال: أتعرف رسول الله؟ قال: أحد ما يعرفه، كيف لا أعرفه وهو النبي وشفيعي يوم القيامة. قال: أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال: كيف لا أعرفه وهو إمامي وسيدي. قال: أتعرف مسلم بن عقيل؟ قال: كيف لا أعرفه وقد غدر به أهل الكوفة. قال: نحن يتيما مسلم ابن عقيل، فإن أردت شفاعة جدنا رسول الله وشفاعة جدنا أمير المؤمنين يوم القيامة كنت تطلقنا، يعني تخلي سبيلنا. يقول أصحاب الرواية: فأطلقهما لما أظلم الليل، وقال: سيرا ليلا واختفيا نهارا. من علم عبيد الله بخبر اختفائهما من الحبس أمر بجلد سجانهما حتى مات، وكان شيخا كبيرا. يقول: طلع اليتيمان يسيران إلى أن بلغا بستانا، فاضطجعا فيه تحت شجرة ناما، فأقبلت جارية تستقي من جدول بذلك البستان، شافت اليتيمين: منو أنتو؟ فلما أخبراها جاءت بهما إلى سيدتها صاحبة البستان، سيدة المكان، التي رحبت بهما وقبلتهما وأفردت لهما دارا. من دخل إليها إلى تلك الدار ناما فيها. وكانت المرأة العجوز تقبل بين ساعة وساعة وتطلع على اليتيمين إلى أن جاء زوجها. قد انتصف الليل، فسمع في بيته صوتا يشبه صوت النائم. قال: من عندنا؟ قالت: يتيما مسلم ابن عقيل. قال: ويحك، أويتهما وأنا قد أتعبت نفسي وأجهدت فرسي في طلبهما، وغايتي جائزة الأمير. تقول الرواية: ثم اقتحم عليهما الدار، وجاء للكبير منهما فلطمه لطمة على وجهه فتناثرت ثناياه، ثم أقبل إلى الآخر فركله برجله، نادت: وعاء يا عقلي، هجمت علينا المنية، ما
يحصل لنا بهالزمن ساعة هنية، كل ما طلعنا من بلا شفنا بلايه، يا ليتنا ويا الأهل صرنا ضحايا، ويا ليت ساقونا بيسر فوق المطايا، أهون علينا من الحبس ظهر المطية. ضعنا يا خويا وابتلينا ببلدة رجاس، ضيعوا يتامى وجوع وسط السجن يا